السلام عليكم. صباحكم مساكم فرحة. وحشتوني جدا. الباحث راجع بموسم جديد ولوكيشن جديد، وده رايكم في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ. في يوم الجمعة 29 أغسطس 1947 في بوسطن اتولدت تيمبل جراندين، أستاذة في علم الحيوان من جامعة كولورادو، واستشارية في سلوك الحيوان وخصوصا المواشي. اتخرجت من الكلية في 1970 وعملت الماجستير في جامعة أريزونا. وبالرغم من اللي بحكيه دلوقتي، تيمبل كانت مصابة بالتوحد واتشخصت بتلف دماغي بعد سن ال3 سنين. وعشان نعرف ازاي بقت من المؤثرين ويتعمل لها فيلم في 2010 باسمها يحكي سيرتها الذاتية، وعملت دورها الممثلة كلير دين. تعالوا نبدأ الحكاية من البداية ونبحث في الموضوع سوا. My speech came in gradually, a few words at a time. When I was a little kid, I was very autistic, nonverbal, rocking. That's the kind of kid they just put away in the institution. But I had a speech teacher that worked really hard with me, and I can't emphasize enough the importance of young children. لما بتذكر قدامنا كلمة توحد أو الأشخاص اللي بيعانوا من التوحد، بنفكر في إيه؟ في طه دسوقي بشخصية نديم في حالة خاصة، ولا معين السيد بشخصية خديجة في مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، ولا مصطفى عماد بشخصية آسر الجرحي في مسلسل سيد الناس؟ ولو رجعنا ورا شوية في 1988 هنلاقي أول فيلم اتعمل على التوحد فيلم ريل مان اللي قدمه داستين هوفمان بشخصية ريموند بابيت. خلينا متفقين إن الشكل النمطي المتكرر في الدراما مش بيكون هو على أرض الواقع، بيكون في اختلافات بسيطة حسب المصاب بالتوحد. مش كلهم أذكياء زي روموند بابيت أو نادين في حالة خاصة، بس بسبب الشكل النمطي اللي بتقدم في الدراما ثبت الشكل ده عند معظم الناس. اللي متفقين عليه إن المصاب بطيف التوحد بيكون عنده مشكلات اجتماعية أو اضطرابات سلوكية وضعف في المهارات الاستقبالية، والكلام ده بيأثر على النمو المعرفي وبالتالي اضطراب في العمليات المعرفية نتيجة لوجود تلف دماغي، وبينتج ردود أفعال شاذة عشان ما عندهمش إدراك للمثيرات المحيطة، مش بيعرفوا يزودوا انتباههم وتركيزهم لفترة طويلة. طب يا عم الباحث، مش كانوا متوحدين أو متوحد؟ ايه طيف التوحد ده؟ مصطلح طيف التوحد اتقال على المصابين بالتوحد لان احنا قلنا ان مش كل المصابين على نفس النمط، مش على نفس الوتيره، مش كلهم بيمتلكوا نفس النمط من الذكاء، ولا كلهم بيتضايقوا من التلامس، ولا كلهم بيتضايقوا من الاحضان. يعني ممكن يشتركوا في بعض السمات ويختلفوا في الكثير منها. خلينا نمسك كلمة التوحد علميا. يعني اوتيزم. اوتيزم دي كلمة يونانية مقسمة لكلمتين، اوب وتعني الذات، وإزم ومعناها الحالة، يعني حالة العزلة أو حالة الذات، وكانت بتستخدم لوصف شخص منطوي أو مقفول على نفسه بشكل غير طبيعي. والشخص المصاب بطيف التوحد بيعاني بشكل أو آخر من تطوير علاقته بالناس أو إنه يحافظ على العلاقة دي. طب إيه هو تعريف التوحد؟ ببساطة هو اضطراب مش مرض بينشأ من وقت الولادة وبيأثر على التواصل مع الآخرين أو استخدام اللغة، ويتميز بالروتين ومقاومة التغييرات والقدرة الإدراكية العالية في أغلب الحالات، والحساسية تجاه المثيرات الخارجية. وبيظهر الاضطراب دوت قبل ما الطفل يكمل 30 شهر، يعني 2.5 سنين، وده بيؤدي لانغلاق الطفل على نفسه واستغراقه في التفكير، وبالتالي ضعف القدرة على التواصل والانتباه مع غيره أو إنه يقيم علاقات اجتماعية. وفقا لإحصائيات طيف التوحد اللي اتنشر في تقرير ADDM شبكة رصد التوحد والاضطرابات النمائية اتبعها مركز مكافحة الأمراض الوقائية CDC اللي اتنشرت في مارس 2014 في تقرير المرضى والوفيات الأسبوعي، واللي اعتمدت على بيانات جمعت في 2010 في الولايات المتحدة، اللي بين كل 68 طفل في طفل مصاب بطيف التوحد، في مقارنة بين الذكور والإناث من كل 48 ولد في حالة مصابة بالتوحد، وبين كل 189 بنت في حالة مصابة بالتوحد، يعني بنسبة من 1 ل4 أو من 1 ل5. مع التحديثات اللي بيكون بقى المركز على التوالي، في تقرير 2018 أصبحت النسبة 1 من كل 59 طفل، وفي 2020 أصبحت النسبة 1 لكل 54 طفل، وفي 2021 1 لكل 44 طفل، وفي 2023 أصبحت 1 ل36 طفل. تعال نرجع لبطلة حكاية النهاردة، تيمبل جراندين. تيمبل وصلت لحد سن 4 سنين ومكانتش بتعرف تتكلم، كانت بتصرخ باستمرار وتكره الضغط الجسدي أو الأحضان، وكان بيظهر من تصرفاتها إنها بتعيش في عالم خاص بها هي. وفي نفس الوقت دوت في الخمسينيات كان الطب عاجز إن هو يفهم يعني إيه التوحد، وشخصوها بتلف دماغي، ونصحوا والدتها إنها تحطها في مركز رعاية أو مصحة نفسية للأبد. بالوقت اللي كل الأطباء تخلوا عنها، رفضت أمها كلام الأطباء تماما وأصرت إنها تعلم من تعب نفسها استاشيا كولتر، واستعانت بمربين مختصين عشان يقدروا يتعاملوا مع تيمبل ويقدروا يساعدوها ان هي تنطق اول حروفها. بالاضافه لده كانت هي بتعلمها بنفسها صوره ورا صوره عشان خاطر متخشش المصحه. كانت بتؤمن ان تيمبل مش مريضه، هي ذكيه جدا بس هي مختلفه عن الاخرين. كبرت تيمبل ودخلت المدرسه،
واجد زي أي حد مختلف، تنمر شديد زي العادة مع أي حد مختلف عن البيئة اللي هو بيتحط فيها. بالإضافة لده واجه صعوبات في التكيف الاجتماعي، لأنها ما كانتش بتعرف تتعامل مع الناس ولا بتفهمهم ولا بتفهم ما وراء الكلام، لأنها بالنسبة له كانت سطحية جدا. بس هي مع الإدراك الكبير اللي عندها اكتشفت ميزة مذهلة، إنها بتعرف تحفظ بالصور، مش بتعرف تفكر بالكلام. يعني لو ذكرنا قدامك كلمة حصان مش بتفتكر حروف الكلمة، هي بيمر قدامها شريط طويل من الأحداث اللي شافت فيه الحصان على مر حياتها بدقة متناهية، والتفكير البصري بتاعها ده خلاها تلاحظ أدق التفاصيل اللي البشر العاديين ما بيعرفوش يوصلوا له. واللي خد باله من ده دكتور كارلوك مدرس العلوم في مدرستها الداخلية، وساعدها مع باقي المدرسين إنها تاخد درجة نهائية في العلوم. تعالوا مع بعض نتخيل كلمة توحد. تعالوا نشوف كلمة توحد لو طبقناها على الأشخاص هيكون شكلهم عامل ازاي، يعني سماتهم ايه الأعراض اللي أنا لو شفتها على الشخص هقول إنه مصاب توحد. قلنا من شوية إن مفيش مصاب توحد شبه التاني، بس لو قلنا لو في سمات مشتركة بين المصابين بالتوحد، وطبعا بيختلفوا في الكتير منها زي التلامس مثلا، مش كلهم عندهم حساسية من التلامس، في حد عنده نقص حساسية أصلا، يعني مفيش قاعدة ثابتة، لأ مفيش تعميم برضو لا. واللي هقولهم دلوقتي هي بعض السمات المشتركة فيها أغلب الحالات، ومش لازم كلها تنطبق على مريض توحد. ولو ظهرت بعض الأعراض دي على طفل عادي مش لازم بالضرورة يكون مصاب بالتوحد، لأن عشان نقول إن الطفل مصاب بالتوحد لازم يكون بعد اختبارات، ولازم يكون كمل ال3 سنين عشان الطبيب أو أخصائي التخاطب يعرف يعمل عليه الاختبارات اللي من خلالها هيقول إن دوت طفل مصاب بالتوحد. في البداية الطفل اللي عنده توحد مش بيستجيب للأصوات المحيطة ليه، مش بيسمعك لما انت بتندهله، مش بيلتفت لولدي لما بينطقوا اسمه حتى مع اكتمال نموه وجهاز السمع عنده شغال، حتى انه مش بيستجيب للالتفاتة لو حد شاوله، مش بيعرف يستجيب لنظرات العين لو حد كلمه، وبالعكس بيفقد القدرة انه يبص في عين اللي قدامه. اوقات بيكون ما عندوش القدرة انه يعيد نطق نفس الكلمة اللي قدامه قالها، وبالتالي ما عندوش حصيلة لغوية وما عندهوش القدرة على تكوين جملة بشكل طبيعي، مش بيميل للعب او الاندماج مع الاطفال اللي في نفس سنه. اغلب الحالات مش بتحب اللمس والاحضان، وبيظهر ردة فعل عنيفة مع اللي بيحضنه، او لو كان ملبس اللبس اللي هو بيلبسه وحش بالنسبة له. ما عندوش القدرة انه يسيطر على تعبير وشه ورياكشناته، ومش بيدي اهتمام الاخرين في العادة. وممكن نوصفه بالجدية التامة لانه مش بيفهم الهزار، مش بيعرفوا يهزروا، مش بيعرفوا يتجاوبوا لو انت هزرت معاهم، ومش بيفهم ما وراء الكلام. يعني لو قلت له انت ليه ماشي على قشر بيض هيقول لك لا انا ماشي على الارض عادي. مش هفهمك لو قلت الواد دوت ايده طويلة او لسانه طويل، هيتخيل على طول الولد دوت لسانه طويل فعلا او ايديه طويلة فعلا، هيربط الكلام بالصورة. بيتصف كمان بفرط النشاط الغير طبيعي، بيعمل حركات غريبة زي انه يلف حوالين نفسه او يتدحرج على الارض او ينط كتير او يجري، وحركته دايما غير منتظمة. بالإضافة لده بيكونوا حساسين جدا للصوت العالي، وبتصيبوا نوبات غضب لو اللي قدامه مفهمهوش. بتختلف القدرة التعليمية من طفل لآخر، ممكن يكون الطفل ذكي جدا بس ما عندهوش مهارات تواصل تخليه يطلع اللي جواه أو يجاوب على الأسئلة بشكل طبيعي، وبالتالي بيسقط أو يكون عنده صعوبات تعلم مع انه ذكي، لكن افتقاره للمهارات الاجتماعية مخليه مش عارف يأدي مثلا في الامتحان. ممكن كمان ضعف القدرة التعليمية يكون بسبب ضعف القدرة الاستقبالية، هو مش قادر يستقبل المعلومة مش بتدخل هنا. يعني يا عم الباحث هي دي الصفات اللي في كل المتوحدين؟ طبعا لا، بتختلف في النسب بتاعتها ومش بالضرورة تنطبق على كل أطفال التوحد. ولو في طفل طبيعي مصاب بيها أو عنده الأعراض ديت فبالتالي مش هتكون دي بالضرورة توحد، لازم زي ما قلنا إن يكون في أخصائي هو اللي يثبت ده على الطفل. نرجع لحكايات تيمبل، وزي ما عرفنا من شوية إن الأشخاص اللي بيعانوا من ضيق التوحد بيعانوا من اضطراب في المعالجة الحسية، يعني أغلبهم بيحس بتوتر وضغط من اللمسة والأصوات. ولما خلصت تيمبل سنين دراستها في المدرسة الداخلية راحت تيمبل مزرعة خالتها تقضي أجازة الصيف فيها قبل الكلية. ولاحظت تيمبل إن رعاة البقر لما الأبقار بتصور عليهم بيتدخلوا في آلة ضغط عشان تهدى، وبرغم إنها كانت لسه في مرحلة المراهقة قدرت بعبقريتها إنها تصنع آلة ضغط ليها عشان الآلة تساعدها زي ما البقر هدي هي كمان تهدى. وهو جهاز خشبي
سوي بتقعد جواه ويضغط على جسمها برفق ويقلل نوبات القلق والتوتر اللي بتصيبها. ولحد دلوقتي اختراع تمبل بيدرس في الجامعات وبيستخدموه لحد النهارده في مساعدة أطفال التوحد. في آخر لقاء لتمبل مع دكتور كارلوك نصحها تدخل في كلية تعرف تتعامل فيها أو تتخصص في حاجة بتحبها زي العلوم النفسية عشان تقدر تتواصل مع البشر حواليها وتفهم تصرفاتهم، لكن هي قررت إنها تتجه لشغفها وحبها الماشية. حست تمبل بارتباط عميق مع الماشية لأنها بتشبه بحاجات كتير جدا، زي إنها بتعتمد على الحواس البصرية وبتخاف من الحركة المفاجئة والأصوات العالية. وباستخدام تفكيرها البصري صممت تمبل مسارات ومغطس للماشية بطريقة إنسانية خالية من مسببات الخوف للبقر، حتى إنها فكرت زي الماشية وبقت تنتبه لكل تصرفاتها من صوتها العالي لحركتها في دوائر لخوفها من المغطس المائي. ولحد النهاردة أكتر من نصف المسالخ والمزارع في أمريكا الشمالية مصممة حسب اختراعات تمبل جراندين. حد فكر قبل كده ايه اسباب التوحد؟ يعني ايه ممكن الطفل يتولد بالشكل دوت؟ الحقيقه ان العلماء من ثلاثينات القرن الماضي كانوا بيجتهدوا عشان يطلعوا اصلا مصطلح التوحد. مصاب التوحد كان بيتشخص يا اما انفصام في الشخصيه يا اما عنده ضعف في القدرات الذهنيه اصلا بقى. وبعد كده جه العالم ليو كانر بعد ما درس حاله دونالد تيربي و9 اشخاص تانيين، وهيبقى دونالد اول طفل في العالم يتم تشخيصه بالتوحد. طب الاطباء دول عرفوا ايه اسباب التوحد؟ الحقيقه ما عرفوش، بس ممكن نقول هما اجتهدوا واستسهلوا في اجتهادهم. وبينهم كان ليو كانر ويرجع أسباب التوحد للأسرة وخصوصا الأم، وهيقول إن التوحد هو نتيجة حرمان عاطفي. واللاحظ ده في فيلم تيمبل لما الدكتور قال لستاتش يا ماما تيمبل إنه محتاج يكلم جوزها، فهي افتكرته بيهنها لأن هو شايفها اللي هي مثلا مش متعلمة، فقالت له أنا خريجة الجامعة، واعتذر لها وعرفها إن العلم بيقول إن الأم هي السبب. والعالم فضل كده لحد ما جه العالم هانز أسبرجر حط أسباب مختلفة للتوحد لما عمل دراسة على 4 أطفال من أصل 200 طفل واكتشف فيهم سمات مشتركة زي الحفاظ على الروتين، المهارات الاستثنائية، وقال إن الأم مش هي المشكلة، ورفض العلاج الموجود في الفترة دي زي عزل المصابين، وقال إن هم بشر مختلفين عننا يستحقوا إن هم ياخدوا فرصة من الحب والرعاية والاهتمام، وأضاف إن هم مجرد أشخاص مختلفين في المجتمع. طب يا عم الباحث، ايه الاسباب الشائعه للتوحد؟ ممكن يرجع اضطراب التوحد لاسباب وراثيه وده مكتشفه للتاريخ المرضي للاسره، او ان الطفل اتولد بوزنه قليل من الطبيعي، او انه تعرض لالتهابات فيروسيه، او وجود مضاعفات اثناء الحمل، او نقص اكسجين عند الولاده، او ممكن يكون عوامل جينيه زي ضمور في العضلات متلازمه اكس الهش متلازمه ري. ممكن يرجع التوحد لاسباب فسيولوجيه او عضويه زي امراض المخ المحتمله زي التهاب الدماغ في السنين المبكره للعمر، او اصابه الام في الحصبه الالبانيه في وقت الحمل، او التصلب الحدبي للأنساب العضوية، أو تكون أسباب اجتماعية. ممكن الطفل يكون ما عندوش أعراض توحد بس بسبب البيئة المحيطة ليه يكتسب أعراض التوحد وبالتالي يسلك سكة التوحد. لو حس ببرود الوالدين، عدم إحساسه بالعاطفة، مشكلات أسرية، خوف الطفل من البيئة المحيطة ليه بيخليه ينسحب ويتقوقع داخل نفسه. نرجع لدكتورة تيمبل. خلصت الكلية في 1970 وقررت إنها تعمل أبحاث ودراسات عليا في جامعة أريزونا. فهم المشاعر والمود مختلف عند المصابين بالتوحد، بنشوفها في تيمبل لما مرة واحدة البقرة قدامها بقت عبارة عن كتلة من اللحم، وراح منها الأصل إنها بقرة بتعيش وبتتنفس وتصبح مجرد لحم. وتحس بنفس الإحساس ده لما دكتور كارلوك يموت وما تقول لها ودعي، تقول لها أنا ودعته لما شفته آخر مرة، هودعه تاني دلوقتي ليه؟ وهتفتكر كلام دكتور كارلوك لما حسنها مات في المدرسة الداخلية وقال لها إنه بيعيش جوانا مش بيموت، وكل ده هيخليها تعدل في تصميمات المسالخ عشان نحترم الحيوانات اللي بتدينا كل الخيرات ومبتاخدش مننا ولا حاجة، فأقل ما فيها إن نحترمها. تيمبل أصبحت دكتورة ومؤلفة ومتحدثة عالمية، ما اكتفتش بالنجاح العملي بل حصلت على الدكتوراه في علوم الحيوان وأصبحت أستاذة جامعية وألفت كتب تصدرت مبيعات عالمية زي التفكير بالصور، عقل التوحد، وألقت واحدة من أشهر المحاضرات عالميا TED كيف يفكر عقل التوحد. بنكتشف من قصة تيمبل جراندين إن التوحد مش مجرد مرض يحتاج لعلاج، بس هو عقل بيشتغل بنظام مختلف. كانت تيمبل دايما بتقول The world needs all kinds of minds، العالم يحتاج إلى كل أنواع العقول، لأن العقول البصرية زي عقل تيمبل يحل مشاكل أغلب البشر العاديين ما بيعرفوش يوصلوا لحلها. تيمبل عمرها ما كانت هتنجح لولا إيمان أمها بإن هي تستحق النجاح واللي إحنا لازم نديهم فرصة، ووجود معلمين جنبها قدروا يفهموا الاختلاف ده وعرفوا إزاي يوظفوا شغفها بالعلوم. وانتج لها الفيلم السينمائي اللي بيحمل اسمها في 2010 وجسدت دورها الممثلة كلير دينز ونال جوائز زي جولدن جروب وإيمي، وبنصح بمشاهدته لو حد حابب يفهم عن التوحد. طب يا عم الباحث،
اعرف ازاي الابن طبيعي. يعني لو في حاجات ما عملهاش اقلق عليه واديه الاخصائي. في البدايه بعد عمر 6 شهور الطفل الطبيعي بيعرف يميز رياكشنات وش. بين 8 ل 10 شهور بيعرف الطفل عادي يتابع الاشارات، انه يتابع حركات ايدينا والايماءات بتاعتنا ويفهم اذا كنا بنزعله او بنضحكه. عند عمر السنه الاطفال العاديين بيعرفوا يعملوا اداء او يشاوروا بنفسهم للحاجات اللي عايزينها او يعملوا حركات في اللاشيء عشان يلفتوا نظر الابوين. بعد عمر السنه بيعرف الطفل ينتبه للاشارات او ينتبه لو حد نادى اسمه، بيقدر يفهم الكلام البسيط اللي الاب والام بيلقنوه له. عند عمر 18 شهر او السنه ونص بيقدر الطفل الطبيعي انه يحاكي حركات والديه، يبدأ يقلد مسكة التليفون أو محاكاة حركات الصلاة أو لو الأب والأم بيدخنوا أو تمشيط الشعر. وبعد عمر السنتين بيفضل الطفل إنه يلعب مع الأب والأم ويبص في عينيهم عشان يتأكد إن هم مهتمين بيه، وبيتميز بالملل السريع لو لعب بلعبة مدة طويلة أو ينزعج من نشاط معين لفترة طويلة. بعد ما اكتسب الطفل بعض الكلمات بيبدأ يشاور عليها باسمها عشان ياخدها. عكس كده بيكون الطفل عنده مشكلة أو اضطراب. هو مش شرط توحد، هو لو ابننا مش بيعمل الحاجات اللي سبق قلناها فبنكشف نطمن عليه نفهم سلوكه مش اكتر. لو انتم من السويس في مراكز كتيرة جدا في السويس محترمة تقدروا تروحوا لها، زي مركز تخاطب وتنمية المهارات في حي سليم التابع لوزارة الشباب والرياضة، أو مركز أيكو تيست للتخاطب والاستشارات النفسية، أو مركز ميندي أكاديمي للتخاطب، أو مركز الصباح لتنمية المهارات والتخاطب، أو ماما إستر أكاديمي، تاتش مي أكاديمي، ماما أميرة أكاديمي، مركز عمر للتخاطب. لو في مراكز تانية معرفوهاش ممكن تكتبوا في الكومنتات. ولو عايزين نصيحتي في مراكز موثوقة أو أنا اتعاملت معاها فاحنا عندنا مركز ايكيو تيست وتخاطب وتنميه المهارات بحي سليم التابع لوزاره الشباب والرياضه، ومركز ميند ومركز الصباح لتنميه المهارات والتخاطب. وفي النهايه لاخواتي لو اتعاملنا مع اجنبي هيكون من الصعب من التعامل، محتاجين لغه مشتركه بينا نقدر بقى نتعامل معاه. ليه ما نعتبرش المصابين بالتوحد هم ليهم تعامل خاص ولغه مختلفه نتعامل معاهم بانسانيه مش بشفقه، عشان هم مش مرضى ويحتاجوا العزل. هم ناس مختلفه عننا ويستحقوا ياخدوا نصيب من الرعايه والاهتمام وفرصه عشان يعيشوا ويتعايشوا زي ما كلنا عايشين، ويعرفوا يندمجوا في المجتمع ويستثمر قدراتهم وامكانياتهم عشان يكونوا اشخاص مستقلين وفاعلين في المجتمع. ولو وصلتوا لحد هنا فكل الحب ليكم ان انتوا سمعتوني. كيب اسماعيلون واشوفكم بحث جديد. قبل ما نقفل البرنامج السارد راجع من تاني، وسوري عشان انا كنت متغيب الفتره اللي فاتت بسبب ظروف عندي، لكن ان شاء الله راجعين من تاني بشكل اقوى. متحمس جدا للشغل من جديد. ولو اول مره اشوفني فانا احمد نصر باحث اجتماعي، ومتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبص على المصادر تحت، وسلام. You might get a more extreme object visualizer. You might get an extreme visual spatial mathematical mind. The autistic is liable to be more extreme. There's a lot of people that are mixtures of the different kinds of thinking. But you get an autistic person, they tend to be the extreme visualizer or an extreme pattern mathematical. You're less likely to get the visual. And then you also get some verbal type. They often love history, they love facts, and they're very good at working at specialized retail, where they're appreciated for knowledge of a specialized product. Selling cars, selling auto parts, selling office supplies, or sporting goods. Hi, I'm Temple Brandon. I want to talk about my book on autism and education. I would especially recommend this book for parents of newly diagnosed young children so that they can get an overview of educational possibilities. Also, it's really good for teachers that work with young kids, where you just need a concise description of the different kinds of programs for working with young autistic children.